عارف انك ممكن تمنع اختراق شركتك قبل ما يحصل؟ انت عارف الغلطة بتتكلف ملايين. في الفيديو ده هفهمك ازاي تعمل كده من غير ما تبقى خبير امن معلومات. لو مهتم فعلا بحماية شركتك سيب لي تعليق بكلمة جاهز، وهبعت لك برومت مجاني يعمل لك POQ بميزانية تقديرية لاحتياجاتك. أنا عمرو جمال، مدير مبيعات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وده الفيديو اللي هيغير نظرتك لحلول الحماية داخل شركتك. الدفاع مش بس بالسلاح، ممكن يكون بالحماية الإلكترونية. وإحنا بنتكلم عن الحماية لازم نفتكر دايما إخواتنا في غزة، ربنا يحفظهم ويحميهم ويثبتهم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في عالم الشركات كل التهديدات السيبرانية يومية. في سؤال دايما بيطارد مدير تكنولوجيا المعلومات: ازاي اختار حل الاند بوينت سيكيورتي فعلا بيحميني مش بيزود الحماية؟ كاسبرسكي اند بوينت سيكيورتي هو نظام بيأمن كل جهاز في شركتك، سواء كان كمبيوتر او موبايل او حتى طابعة ذكية. بيعتمد على التحليل السلوكي وفلترة التهديدات قبل ما تحصل. هل الحماية دي كافية فعلا ولا في تفاصيل أعمق؟ تابع معايا. التحدي مش إنك تحط أنتي فيروس وخلاص. التحدي الحقيقي إنك تكتشف التهديد قبل ما يوصل من إنه يشفر لك الداتا. إزاي تمنع الرانسام وير بدون ما تبطئ الشبكة، وإزاي تراقب كل اند بوينت. لو بتدور على نقلة حقيقية في مستوى الحماية عندك، ركز معايا في اللي جاي، لأن المميزات دي مش مجرد شوية خواص تقنية، دي حلول حقيقية لمشاكل بتحصل كل يوم في شغلك، وممكن تغير شكل الأداء عندك تماما لما تستخدم كاسبرسكي نيكست EDR. والمميزات المهمة كالآتي: قدرات EDR متطورة، البرنامج بيحلل أي هجوم حصل، وبيحدد هو بدأ منين، وبيجمع الأحداث اللي حصلت على كل جهاز علشان تقدر تراجع وتحقق بسرعة. اكتشاف التهديد بالذكاء الاصطناعي، بيستخدم ال AI والماشين ليرنينج علشان يلقط أي سلوك مريب حتى لو التهديد لسه جديد. يعني تقدر تكتشف هجمات الزيرو داي قبل ما تسيب أثر في الشبكة. تحكم في الأجهزة والتطبيقات، بيمنع أي USB مش مصرح بيه يشتغل، وبيتحكم كمان في البرامج اللي مسموح تشتغل على كل جهاز. يعني مفيش برنامج يشتغل من وراك. بيتكامل مع أدوات السم زي كيورادور وسبلانك. تقدر تبعت كل الأحداث لأدوات تحليل زي سبلانك وكيورادور، وده بيسهل تراقب النظام كله من مكان واحد. عرض الحوادث لحظة بلحظة مع خطة استجابة، كل انسيدنت بيظهر فورا على الشاشة مع توصيات جاهزة تتصرف بيها، زي إنك تعزل الجهاز أو تمسح فايل ضار بنقرة واحدة. دعم التحقيقات والتحليل العميق، لو حصل هجوم تقدر تحقق فيه من أول لحظة. تستخدم أدوات زي يارا أو تحليل السلوكيات علشان توصل لمصدر المشكلة. تكامل مع مصادر تهديد عالمية، بيربط نفسه بمصادر ثريت انتليجنت عالمية وبيستورد منها بيانات التهديدات الجديدة أول بأول علشان يزودك بأحدث معلومات الحماية طول الوقت. خد بالك، كل ميزة من دول ممكن تنقذ شركتك من اختراق أو توقف الإنتاج. بس السؤال هو فعلا كاسبرسكي أحسن من باقي الحلول اللي في السوق؟ تابع معايا في الفقرة الجاية، هنقارن ما بين كاسبرسكي نيكست EDR وأشهر البدائل، وهتشوف بعينك الفرق الحقيقي في الحماية وإيه اللي مناسب فعلا لشركتك. في السوق في أكتر من حل للحماية من التهديدات على مستوى الأجهزة، لكن كل منتج له أسلوب مختلف وطريقة تنفيذ مميزة. سايمانتك قوي في DLP بس صعب في الكاستمايزيشن. مكافي واجهته سهلة بس أقل كفاءة في التصدي للتهديدات الحديثة. ترند مايكرو ممتاز في الكلاود بس محدود في التحليل العميق. ايسيت خفيف وسريع لكن مش مناسب للشبكات الكبيرة. ولسه ما خلصناش، الجزء اللي جاي هنشوف قصة نجاح حقيقية تثبت قوة المنتج ده على أرض الواقع. ولو عندك تجربة مع منتج تاني شايفه أفضل، اكتب لي في الكومنتات وقول لي ايه السبب اللي خلاك تختاره عن غيره. في شركة تصنيع إقليمية في السعودية كانت بتتعرض لاختراقات بسيطة بس متكررة. بعد ما اعتمدوا على كاسبرسكي اند بوينت سيكيورتي حصلت حاجتين:
التهديدات قلت بنسبة 86% في أول 8 شهور، وتم اكتشاف محاولة اختراق داخلي باستخدام USB مخفي، وتم منعه تلقائيا. لما تستخدم كاسبرسكي انت بتستثمر في حماية كل جهاز داخل شركتك، من أول اللابتوب لحد الطابعة الذكية. المنصة مش بس بتكتشف التهديد، ده بتفهم سلوكه وتوقفه قبل ما يوصل لأي ملف مهم. النتيجة تقليل حوادث الاختراق والحفاظ على سير العمل بدون تعطيل. استثمارك هنا بيخلي فريق الاي تي يركز على التطوير بدل ما يطفي حرائق يومية. تابع معايا علشان نوضح ايه الباقات المتاحة وانسب خطة لحجم شركتك. لو بتدور على حماية الاند بوينتس عندك مش بس من الفيروسات لكن كمان من التهديدات الذكية والمتقدمة، يبقى لازم تبص على كاسبرسكي نيكست اي دي ار. حل الاي دي ار ده اللي هيديك ريسبونس وفيزابيليتي وبريفنشن من منصة واحدة. كاسبرسكي نيكست اي دي ار فاونديشنز. المميزات: ادفانسد اند بوينت بروتكشن، حمايه متقدمه ضد الفيروسات والرانسوم وير والمانوير المعروف. روت كوزز اناليسيس، تحليل الاسباب الجذريه للهجوم علشان تفهم بدا منين. كلاود ديسكفري، يراقب استخدام الكلاود ابس في الشركه ويكشف اي سلوك مش مصرح بيه، وده مناسب للشركات الصغيره اللي عايزه تحمي اجهزتها بشكل بسيط لكن قوي. مثال: شركه عندها 15 جهاز لاحظوا بطء مفاجئ. بتفعيل الخطه دي تم اكتشاف التروجن قبل ما ينتشر في الشبكه، واتحلت المشكله في اقل من ساعه. السعر حوالي $247 لكل 5 اجهزه. الخطه الثانيه كاسبرسكي نيكست اي دي ار اوبتيمم، بتشمل مزايا الفاونديشنز بالاضافه الى اوتو ثريد ريسبونس. البرنامج بياخد اجراءات تلقائيه زي عزل الجهاز او وقف السيرفر المصاب. بيهيفير اناليسيس، يتابع سلوك كل جهاز علشان يلقط اي تصرف غير طبيعي حتى لو مفيش سيجنتشر معروفه. ثريت انتليجنت انتجريشن، مربوط بمصادر عالميه بيجيب منها اخر التهديدات ويحدث نفسه، وده مناسب للشركات المتوسطه اللي عندها بيانات حساسه وبتتعرض لهجمات تصيد فيشنج او محاولات اختراق مستمره. مثال: شركه تسويق اتعرضت لحمله تصيد منظمه. الخطه اوبتيمم اكتشفت الايميلات الضاره وعزلت الاجهزه المصابه، والتيم سوك استجاب بسرعه. ثالث خطه هي كاسبرسكي نيكست اي دي ار اكسبرت، بتشمل كل مزايا الاوبتيمم بالاضافه الى ادفانسد ثريت هانتنج. فريق الاي تي يقدر يستخدم ادوات تحليل معمقه عشان يدور بنفسه على اي تهديدات متقدمه. مايتر اتاك مابينج، كل تهديد بيتصنف حسب فريم ورك عالمي علشان يبقى سهل تفهمه وترد عليه. كاستمايزابل يارا رولز، تقدر تعمل قواعد مخصصة للكشف عن هجمات معينة تناسب طبيعة شركتك، وده مناسب للشركات الكبيرة أو اللي عندها بيئة معقدة وبتحتاج تحليل استباقي. مثال عملي: فريق الأمن في شركة بترول قدر يكتشف حركة lateral movement جوه الشبكة بعد ما استخدموا الاي دي ار اكسبرت مع يارا رولز مخصصة لهجمات الطاقة. النهاردة التهديدات بتتطور بسرعة ومفيش وقت للتجربة. ابدأ بخطة تناسب حجم شركتك وفعل كاسبرسكي نيكست اي دي ار واختار ما بين الاوبتيمم والفاونديشنز او الاكسبرت، وكلهم مصممين يحموك من اول تهديد لاخر استجابه. ودي مقارنه سريعه ما بين الباقات، ممكن تعمل بوز وتعمل سكرين شوت وتقراها بالراحه. كاسبرسكي ليه وجود قوي جدا في مصر وفي المنطقه، سواء في التفعيل او التدريب او الدعم الفني. كل ده تقدر توصل له من جوه السوق، يعني مش هتستنى دعم خارجي ومفيش تأخير في التركيب أو الصيانة. ولو محتاج مساعدة في اختيار الباقة المناسبة ابعت لي فورا وهواجهك على طول. وأنا كعمرو مش مجرد صانع محتوى، أنا شغال في السوق ده من 15 سنة وبساعد شركات حقيقية كل يوم، وده السبب اللي خلاني أعمل الفيديو ده ليك أنت عشان تاخد قرار وانت مطمن. اعمل لايك لو حابب تشكرني، المحتوى ده قيم وهام للناس اللي في المجال بتاعنا، فلو عارف حد هيستفاد خليك كريم وابعته الفيديو. لو محتاج استشارة مجانية الناس اللي مش معاها موبايلي ادخل على موقعي techwithamro.com او ابعت لي على الايميل
info@techwithamro.com. لو الحماية عندك مش ذكية يبقى البيانات عندك معرضة للخطر. اكتب لي في الكومنت أمني علشان أبعت لك برومت مجاني يحدد لك كل احتياجاتك. واستنى الفيديو اللي جاي عن الفايرول مع بالو ألترا.